خطاب الرئيس الأمريكي أندرو جاكسون عام 1834 عن وضع العلاقات المغربية الأمريكية. في 20 من دجنبر عام 1777 أعلن السلطان المغربي سيدي محمد بن عبد الله أن جميع السفن التي ترفع العلم الأمريكي يمكنها الدخول بحرية إلى الموانئ المغربية، وأنها ستتمتع بنفس الامتيازات التي تحظى بها الدول الأخرى التي تربطها معاهدات مع المغرب. وبهذا الإعلان أصبح المغرب أول دولة تعترف رسميا باستقلال الجمهورية الأمريكية. وقد تم توقيع أول معاهدة سلام بين الولايات المتحدة والمغرب سنة 1787، واستمرت لمدة 50 عاما. وخلال الولاية الثانية للرئيس السابع للولايات المتحدة أندرو جاكسون سعى هذا الأخير إلى التفاوض على معاهدة جديدة مع أقدم وأول حليف لأمريكا في شمال إفريقيا. ونظرا لكون الولايات المتحدة كانت في حالة حرب مع بريطانيا العظمى عام 1777، لم يتخذ الكونغرس الأمريكي أي إجراء بشأن التفاوض على أول معاهدة حتى ربيع عام 1784، حين فوض لجنة مكونة من بنجامين فرانكلين وجون جاي وجون آدامز لعقد معاهدة صداقة وتجارة مع القوى الأوروبية الكبرى، بالإضافة إلى دول وإيالات شمال إفريقيا بما في ذلك إمبراطورية المغرب وإيالات الجزائر وتونس وطرابلس. وفي عام 1786 وبناء على توجيهات تلك اللجنة تفاوض توماس باركلي على معاهدة صداقة وسلام مع المغرب. وقد وقع توماس جيفرسون المعاهدة في باريس في الأول من يناير 1787، بينما وقعها جون آدامز في لندن في 25 من الشهر نفسه، وكانت المعاهدة ملزمة لمدة 50 عاما. وفي ولايته الرئاسية الثانية كان لأندرو جاكسون شرف تجديد هذه المعاهدة، وقد أشار في خطابه السنوي لعام 1834 إلى قيمة هذه المعاهدة بوصفها أول اتفاقية تبرم مع إحدى دول شمال إفريقيا. وأبلغ الكونغرس بأنه مستعد لاتخاذ التدابير اللازمة لتجديدها بكل ارتياح لما تتسم به من بنود عادلة وليبرالية، ولما شهدته من وفاء متبادل ومنافع متبادلة واحترام دقيق لبنودها. وفيما يلي مقتطف من خطاب الرئيس الأمريكي أندرو جاكسون إلى أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيين بتاريخ فاتح دجنبر 1834 عن حالة العلاقات الخارجية للولايات المتحدة مع دول العالم. جاء في الخطاب: أيها المواطنون أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، يسرني وأنا أؤدي واجبي في افتتاح دورتكم الحالية أن أهنئكم مجددا على حالة الازدهار التي تنعم بها بلادنا الحبيبة، فقد من الله علينا بصحة عامة وبثمار وفيرة في ميادين الزراعة وسائر فروع العمل، وبالسلام الذي يتيح لنا تنمية واستغلال مختلف الموارد التي تحرك همة وفضيلة مواطنينا. فلنثق بأننا ونحن نتأمل هذا المشهد المشرق لمؤسساتنا الحرة سنوفق في مشاوراتنا المشتركة لصونها وتعزيزها. أما علاقاتنا الخارجية فلا تزال باستثناء بعض الحالات القليلة تحافظ على طابعها الإيجابي الذي أتيت على ذكره في رسالتي السنوية الماضية، وتعد بتوسيع المكاسب التي تضمنها المبادئ التي تنظم تعاملنا مع الدول الأخرى. ولا تزال مسألة حدودنا الشمالية الشرقية قيد البحث مع بريطانيا العظمى، ولم تقبل بعد المقترحات التي قدمت بناء على قرار مجلس الشيوخ، والتي تهدف إلى ترسيم الحدود وفقا لمعاهدة عام 1783. وإذ أؤمن بوجود رغبة صادقة لدى الطرفين لحل هذه القضية المعقدة،
بما يرضي جميع الأطراف المعنية، فإن الأمل لا يزال قائما في إمكانية التوصل إلى اتفاق على أساس ذلك المقترح. تسود أفضل علاقات التفاهم بيننا وبين حكومات كل من النمسا وروسيا وبروسيا وهولندا والسويد والدنمارك، ويعزز التبادل التجاري مع هذه الدول، ويحمى بروح من الود المتبادل مستندا إلى أحكام قانونية أو اتفاقيات مرنة ومنفتحة. أما ملكة إسبانيا، ورغم ما تمر به بلادها من صعوبات داخلية، فقد صدقت على الاتفاقية الخاصة بتسوية مطالبات مواطنينا التي نشأت منذ عام 1819، وهي الآن قيد التنفيذ من جانبها، وقد وضع نسخ منها بين أيديكم تمهيدا لأي تشريع قد يكون ضروريا لتمكين المعنيين من الاستفادة من أحكامها. إن علاقاتنا المنشأة حديثا مع الباب العالي أي الدولة العثمانية تبشر بأن تكون مفيدة لتجارتنا ومرضية لحكومتنا من جميع الوجوه. أما تعاملنا مع دول ساحل بلاد البربر أي شمال إفريقيا فلا يزال قائما دون تغييرات جوهرية، باستثناء أن الوضع السياسي الراهن في الجزائر دفعني إلى إنهاء إقامة قنصل يتقاضى راتبا هناك واستبداله بقنصلية عادية ستظل قائمة ما دام هذا الإقليم تحت سيطرة فرنسا. وبعد حديث عن مسائل خارجية أخرى، تحدث الرئيس الأمريكي عن علاقة الولايات المتحدة بالمغرب، فقال في نفس الخطاب: لقد أبرمنا أول معاهدة لنا مع إحدى هذه الدول أي دول شمال إفريقيا مع إمبراطور المغرب سنة 1786، وكانت محدودة ب50 عاما، وقد أوشكت هذه المدة على الانقضاء، وسأتخذ الإجراءات اللازمة لتجديدها بكل ارتياح لما تتسم به بنودها من عدالة وانفتاح، ولما شهدته من وفاء متبادل ومنافع مشتركة وتطبيق دقيق لكل ما نصت عليه. قام الرئيس أندرو جاكسون بعد ذلك بتعيين جيمس ليب للتفاوض على تجديد المعاهدة مع السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام سلطان المغرب، وقد زود جاكسون مبعوثه بتعليمات تقضي بتجديد المعاهدة إلى أجل غير مسمى، والسعي للحصول على امتيازات أكبر للتجار الأمريكيين. وقد أبدى السلطان انفتاحا كبيرا، فوافق على تجديد المعاهدة يوم 16 شتنبر 1836 كما اقترح عليه. وقد صدق المبعوث الأمريكي لايب على المعاهدة في الأول من أكتوبر 1835، وأعلن عنها رسميا يوم 30 يناير 1837.